السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل معاكم فيديو جديد. هنعمل طريقة المسقعة، تطلع معاكم كده حلوة وطعمها زي العسل. ويا رب يعجبكم الفيديو. ما تنسوناش تبقوا في اللايك. هنخش على الطريقة. انا معايا هنا كيلو من البتنجان. ببدأ كده اقشر فيه، ابدأ اشيل من القشرة. انا مش هنشيل القشرة كلها، هنسيب منها قشر بس واحدة معاكم كده، وهنكمل الباقي. انا هنسيب بس من القشري، مش هنقشرها كلها. انا بعد ما خلصتهم قشرتهم كلهم. ده شكل التقطيع اللي هنقطعه. بس انا عايزة تكون يعني ايه، مش رهيفة، تكون يعني مليانة كده. نبدأ كده نقطعهم كلهم. انا كده بصي بوريكم بس عشان ايه تعملوهم اتخانق ديتي، مش يعني يكونوا ايه رهيفين. هنكملهم كده بنفس الطريقة. وهنجيب كده رش عليهم شوية ملح، ونقلبهم كده في الملح. قلبيهم كده قلبة حلوة. وبعد كده هنسيبهم كده في الملح ينزلوا المية بتاعتهم بالطريقة دي عشان ما يشربوش زيت. انا هنا معايا فلفل رومي ومعايا فلفل من الحار. انا ابدأ كده نقطع الفلفل الرومي كده دواير. هنفتح هنا الفلفل الحار. هنكمل كده التقطيع. ده شكل الفلفل بعد ما خلصته. اما انا هنا معايا 3 بطاطسيات. نبدأ كده نقطعهم كده دواير بالشكل ده. واللي هنلاقيها كبيرة كده نقطعها 2. بعد ما خلصت الفلفل والبطاطس والبتنجان، انا معايا هنا نص كيلو من الطماطم كنت مقطعة. ومعايا معلقة كبيرة من الصلصة. هناخد الطماطم كده نعصرها في الخلاط. بعد ما عصرت الطماطم في الخلاط ده شكلها. انا معايا هنا 6 فصوص من الثوم. هنحط كده عليهم ملح. هناخدهم كده ندقهم كده بالهون. بعد ما جهزت الثوم والطماطم والصلصة، معايا بصلة كده صغيرة بس مش صغيرة خالص. قطعتها كده، ومعايا زيت على النار، شوية زيت كده، وهننزل بالبصلة. وهرش عليها كده رشة ملح ورشة فلفل أسود. هنبدأ كده نقلب كده البصل لحد ما يدبل معاني. أول ما تبدأ البصلة كده تدبل هننزل بالثوم. هنقعد نقلب كده الثوم مع البصل لحد ما يبدأ ياخد لون. بعد ما بدأت تحمر كده هنزل بمعلقة من الكزبرة، معلقة صغيرة. ومعايا معلقة صغيرة من الكمون. هنبدأ نقلب التوابل مع البصل. هنجيبه كده معلقة الصلصة، هننزل بيها كده على البصل.
نبدأ كده نقلبوها كده ونديها تشويحة مع البصل بالشكل ده. هنبدأ كده ننزل برضه بعصير الطماطم، هنبدأ نقلبوهم. اظبط الملح بتاع الصلصة. انا حطيت ملح وحطيت معلقة صغيرة من السكر. هنبدأ كده نقلبوهم، وبعد كده نسيبها نغطيها كده ونسيبها تتسبك. بعد ما اتسبكت معايا بالشكل ده، احنا مش عايزين الصلصة تبقى معانا تخينة قوي. انا هنجيب كده نص كوباية مية هنحل بيه الصلصة. شوية المية دول عشان لما نحط البتنجان والبطاطس والفلفل يعني يغلي كده في الصلصة ويتشرب منها. هنسيبها كده الصلصة. بعد ما خدت غلوة معانا هنجيب كده البتنجان وهننزل عليه بالمية. الكلام ده قبل ما تبدأي تقلي فيه. تنقعيه يعني في المية كده. ونسيبها كده على جنب. اول حاجة نبدأ كده بالبطاطس نقلوها. بعد ما حمرت البطاطس انا هنا هنطلعها من الزيت، ونزلت بالفلفل هنحمره بقى كمان. وده الفلفل بعد ما احمر معانا هنطلعه. يبقى اول حاجة قلينا البتنجان، وبعد كده الفلفل، واخر حاجة هنقلي البتنجان، عشان البتنجان بيخلي لون الزيت بيغير، فاحنا بنخليه اخر حاجة. هنكمل كل الكمية بالشكل ده هنقليهم. انا هنا بعد ما خلصت انا كنت ولعت على الصلصة بعد ما بردت، قلت اولع عليها تسخن. رحت نزلت بها فيها يعني بالبطاطس والبتنجان والفلفل. هنبدأ كده نقلبهم كده في الصلصة ونسيبهم كده على النار. ياخدوا كده غلوتين على النار عشان يتشربوا من الصلصة. هنقلبها بس الأول كده حلو. بالشكل ده انا هنسيبها تغلي كده، تاخدلها يعني كده 3 دقايق 5 دقايق على النار. انا هنا بعد ما بوريكم بعد ما كانت بعد ما غليتها وطفيت عليها النار، ده شكلها. بسم الله ما شاء الله. بصي احلى شوية مسقعة، طعمهم زي العسل. ان شاء الله هيعجبوكي، وجربي الطريقة اعمليها بنفس الطريقة. طعمها كان جميل جدا، فعلا تحفة. وشكلها جميل. انا بغرف هنا في الطبق يعني اوريكم بس شكلها. قلت لازم اغرف كده في الطبق اوريكم شكلها. احنا هنا بنغرف بس لغاية لما تشوفوا شكل المسقعة من جوه، وشكل الصلصة بتاعتها جميلة جدا. تتاكل مع العيش البلدي تحفة. ممكن تاكلي جبنة معاها، ممكن تقشي بيض، ممكن تاكليها بالجرجير. ده شكلها. انا بحب لما باكلها يعني بحب يكون في ليمون، من ليمون الاخضر كده بحب اكلها بالليمون.
بيبقى طعمها جميل. وقلت احط كده ليمونة تدي يعني شكلها حلو كده في الطبق. شفتي شكل المسقعة؟ احلى طبق مسقعة. شكله كده جميل ويفتح النفس. نتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.